تحسهاش بشغف. دلوقتي فيجوال معين الحاجات اللي انت طلعتها في ديزاين صفر. ازاي الشخص يلاقي رود ماب كويسه بالمجال اللي هو عايز يدرسه؟ فلوس عاليه والسوق محتاج. اهلا بيكم في حلقه جديده من سيزون 2 من ميكاست. النهارده ان شاء الله حلقه مختلفه شويه. السيستم بتاعها هيكون مختلف من حيث ان ما فيش هوست، احنا يعني هيكون دردشه عن يعني مينلي موضوع جديد شويه، وهو ان احنا هنتكلم عن ان التكنولوجيا بشكل عام مش كود بس، هي مرحله يعني او بروسيس طويله جدا بتضم حاجات كتير. فخلينا الاول نعرف عن نفسنا. معاكم فارس البدراوي. انا فارس البدراوي، داتا اناليست وبي ام في شركه ولادة حلم. وده احمد نافع. انا احمد نافع، برودكت ديزاينر في شركه سيميليشن تك، وعندي باك جراوند في الماركتنج في ستارت ابس وشركات مختلفه. بس كده. طيب خلينا نبدا كده على السريع. اول ما حد فينا بيبدا يفكر هو يشتغل ايه بشكل عام، بيكون محتار ما بين حاجتين: ان هو يبقى موظف في شركه عاديه جدا، او ان هو ممكن يفتح ستارت اب، او ان هو يكون التيم الخاص بيه ويبدا ان هو الشغل بتاعه بشكل عام يعني. تمام. هو صراحة ده من الأسئلة المهمة جدا اللي بتيجي للشباب، بالذات في الأخص جين زي أو الجيل بتاعنا كاملة. لا، أنا عايز أكون حر، عايز يكون عندي شركة يكون معايا موظفين. فالمعظم بيتجه لحتة اللي هو يجمع أشخاص ويبدأ على طول اللي هو يعمل ستارت اب أو يبدأ يعمل بروجكت معين. ولكن أنا من حكم تجربتي في الموضوع كويس وبتاخد اكسبيرينس كبيرة جدا، ولكن بيكون عندك مشاكل معينة. المهارات بتكون قليلة. أيوة، أنت بيكون السكيلز عندك بقت عالية، ولكن ستيل المهارات مهمة جدا في سوق العمل. فالموضوع ذات نفسه انت بتحتاج انك تكون موظف علشان تقدر تست بعد كده لما تبدا تعمل ستارت اب او تبدا تشتغل في ستارت اب عموما، لان ما بيكونش موضوع منظم. الموضوع بيكون محتاج فهم كبير، محتاج اداره كويسه للناس. فده بالنسبه لفكره اصلا الستارت اب والشركات. فانا حابب اسمع رايك. ممكن برضو اضاف على كلامك. هي الفكره ان هي فعلا يعني هي بتعلم الواحد كتير، هي بتبقى تجارب مختلفه، ان هو بيبدا ان هو يكون معلومات ويكون افكار عن الادوار المختلفه جوه المؤسسه او جوه الشغل بشكل عام. لانه زي ما احنا عارفين طبعا كده الشغل اللي هو برضو مين اللي احنا جايين نتكلم عن حاجه زي كده، ان هو الشغل مش عباره عن الحاجه التكنيكال بس، بغض النظر عن ايه هي الحاجه التكنيكال اصلا، سواء كانت كود، سواء كانت اللي هو الكور بتاع الشركه ايا كان هو ايه. هو بيكون حواليه حاجات كتيره جدا، الحاجات دي بتساعد ان الكور ده يطلع باحسن شكل ممكن. لو هنتكلم على مجالنا مثلا فهو الكود. بيبقى في عمليات كتيره جدا بتحصل حوالين الكود بتساعد ان الشخص الديفلوبر، او اللي هو الشخص اللي هو اللي بيكود ايا كان، ان هو يطلع باحسن شكل، ان هو ممكن يعمل احسن كود في الدنيا، يستخدم احسن تكنولوجي في الدنيا، بس في نفس الوقت ما يطلعش باحسن شكل نظرا لان في الحاجات اللي حواليه مش بتساعده بشكل مناسب. فيعني انا بالنسبه لي مثلا من الحاجات اللي عجبتني كتير خلال الفتره اللي فاتت ان انا كنت ببص على نفس الحاجه من زاويه مختلفه، فهي بتساعد مع المجال الاساسي اللي احنا بندرسه، يعني ايا كان هو اي مجال. انا معاك فعلا في حته الستارت ابس. اصلا هي بتساعد حتى في تشكيل العقليه اللي هي بعد كده تقدر تشتغل في شركه كويس، ولكن العكس افضل. يعني انا مثلا في مره من المرات حد يعني من الناس الاقوياء في البيزنس قال لي جمله انا تقريبا مش هنساها، والجمله دي خلتني اغير تفكيري شويه في حته الستارت ابس. كنت ساعتها ستارت اب عادي وبتكلم اكن عندي ستارت اب. كنت ساعتها كو فاوندر في ستارت اب ما لحد ما قال لي انت موظف او اشتغلت موظف؟ فقلت له لا. هنا كانت الصدمه شويه. قال لي ما اشتغلتش موظف؟ يعني ازاي هتكون اصلا هتعرف تدير ستارت اب؟ عن انك تعرف اصلا احساس الموظف ذات نفسه، وانك تعرف التولز او الاكسبيرينس بتاعت الموظف. ده بدوره لما تيجي انت تمسك اي شكل ريادي في اي ستارت اب. لا، انت هتعرف ازاي تتعامل وهتعرف ازاي تعمل. وبرضه في حته التوظيف ذات نفسه، انك بتاخد ستيبس كتيره جدا مع ناس مختلفه في تراكس مختلفه. ففي العادي الستارت اب اصلا بتاعتك اللي انت بتعملها بعد كده بتطلع. فالنقطه دي دايما بحس ان هي محوريه شويه. يعني فكره انك ما تبداش من الواحد، تبدا من الصفر. صح. هي ممكن برضو يعني لو نوضح الجزئيه دي في جمله بسيطه، ان هو فعلا ممكن الشخص يبقى الاحسن من نصائح ناس كتيره جدا. ممكن انا وانت نكون مشتركين في النقطه دي. نصائح ناس كتيره جدا ان هو انت لازم تبدا موظف عادي جدا، او انك تدور على شغل في شركه او شغل في مؤسسه شغاله بالفعل، بحيث انك تفهم البروسيس ماشيه ازاي بالكامل. دي حاجه. والحاجه التانيه برضو انك يعني مش شرط انك توقف على دي بس، او انك تاخد الجزئيه دي بس. لا، عادي جدا انا ممكن يعني اسست لنفسي ان اليوم بتاعي مثلا بيبقى الحاجه اللي انا بشتغلها الصبح، والجزء اللي انا بحب اعمله، او ممكن ان انا تجارب جديده بتكسبني خبرات من نواحي مختلفه بالليل او في وقت مختلف غير الحاجه اللي انا بدرسها عموما. فهي الفكره كلها في تنظيم الوقت، وان انا ممكن اعمل كذا حاجه في نفس اليوم، يعلمون حاجات مختلفه جدا جدا، وكلهم في الاخر بيخدموا على شخصيتي في الاول وفي الاخر.
في سؤال بصراحة عجبني قوي، والسؤال ده على طول بلاقي فيه مشكلة إن الناس بتسأله كتير قوي. هل السوق مكتفي؟ يعني هل فعلا السوق مكتفي مش محتاج حل في مجالات كتيرة، ولا محتاج ناس أصلا؟ طيب، آه من خلال برضو الفترة اللي فاتت، يعني أنا كان من ضمن شغلي إن أنا كنت مسؤول عن تيم عندنا في الشركة، وكنت أنا اللي مسؤول عن حتة الريكروتمنت برضو. ف يعني كنت بشوف سيفات كتيرة جدا لناس فريش، يعني فريش وجونيور. فكان في سيفات كتيرة جدا 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 بتتبعت، وناس كتيرة جدا برضو يعني بدخل معاهم انترفيوز وبتكلم معاهم. فهو فعلا مكتفي من حتة الناس اللي بتتعلم، بس مش مكتفي من حتة الناس اللي مؤهلة انها تشتغل فعلا، او مؤهلة انها تدخل شركات فعلا. الجاب ما بين الاثنين رهيبة. يعني مثلا لو في حرفيا لو في ممكن 100 واحد بيتعلموا نفس التراك ونفس مشوا على نفس الكورسات، حرفيا يعني بدون اي مبالغه مشوا على نفس الكورسات ونفس الرود ماب وكل حاجه. احنا برضه حته الرود ماب دي يعني هنرجع نتكلم فيها تاني. بس لو نفس ال 100 شخص مشوا على نفس الرود ماب ونفس كل حاجه، اللي حوالين التكنيكال هو اللي بيساعدهم، خصوصا في البدايه، من حيث اللي هو ازاي بيتعامل مع الضغط، ازاي ان هو بيقدر يترجم مشاكل البيزنس للشغل الحقيقي بتاعه. تبقى حاجات كتيره جدا ومفاهيم، في مفاهيم ليها علاقه بالتراك، ومفاهيم مشتركه بين كل التراكات او كل المجالات بشكل عام. مم. المشتركه بينهم هي مهاراتك الشخصيه، هي اللي هتتعلمها سواء كنت في تيم، سواء كنت في اي اكتيفيتي او اي ستارت اب انت عملتها، بحيث انك برضو تنمي مهاراتك بشكل عام. فهي كلها بتوصل لبعضها في الاول وفي الاخر. الجزء الثاني اللي هو بتاع المهارات اللي مش تولز بس ليها علاقه بالتراك، دي برضو ايه، هنبدا ان احنا نوضحها في نقطه تانية. هو صراحة أنا الفكرة دي بالنسبة لي، يعني من حكم شغلي يعني بالذات في حتة الديزاين، بلاقي دايما يقول لك لا السوق مكتفي. حد مثلا داخل جرافيك ديزاين، لا بلاش، السوق مليان كتير. حد يو اي يو اس هيقول له شوف على لينكد ان في ناس كتير جدا. ولكن لحد الآن أنا في شغلي بكون محتاج ناس كتير أوي في الديزاين، ومش لاقي حد ديزاين. زي ما أنت قلت، فكرة الجاب ما بينه أصلا وبين السوق، إن هو متعلم حاجات معينة، دي في السوق العمل مش هتكون افضل حاجه. يعني انا ذات نفسي مش هكون مرتاح وانا بشتغل معاه. فلا، هو السوق دايما محتاج. بقالهم تقريبا 20 سنه بيقولوا السوق خلاص فل، السوق خلاص ما عادش. ولكن لحد الان لسه السوق محتاج، سواء مبرمجين سواء ديزاينرز ماركتنج، كل حاجه تقريبا السوق لسه محتاج لحد الان. تمام. يعني انت فين برضه؟ هي الفكره برضو في نقطه بسيطه هنا، ان السوق محتاج دايما ليه. يعني برضو لازم الناس او لازم كلنا طبعا ندرك حاجه زي كده، ان كده كده في الاول وفي الاخر كل شغل هو بيهدف اي شركه في الاول وفي الاخر بتهدف للربحيه. فما فيش حد، يعني ما فيش شركه وما فيش الناس بشكل عام مش هيجي لهم يوم ان هم خلاص احنا اكتفينا باللي معانا ده. فبالتالي هي بقى ده اللي بيدور العجله، وده اللي بيخلي الدنيا تزيد. هتلاقي شركات كتير جديده بتفتح، هتلاقي في رولز كتيره بتتعمل، او في بوزيشنز جديده اصلا بتبدا تظهر ما كانتش موجوده قبل كده. فهي مع الوقت انت المجالات اصلا ذات نفسها تتغير، وبتلاقي ان في ناس بدات في واحد بدا ان هو يتخصص في بوزيشن ممكن الفتره دي بدا يطلع ما كانش موجود خالص مثلا من سنتين فاتوا، او ممكن واحد من سنتين ثلاثه فاتوا يقوم ببوزيشن معين، دلوقتي بيقوم بنفس الرولز دي اتنين تلاته مع بعض. صح. فهل الموضوع بيتغير في الجزئيه دي بشكل كبير جدا جدا. هي الفكره كلها في ان احنا ازاي نقدر نفضل مواكبين التطور ده والتغيرات دي، وان هي ما تتوهناش، بالرغم من ان هي متشعبه جدا جدا وفي مجال كتير. بس في نفس الوقت بنحتاج من فتره للتانيه ان هو لا نفرمل ونشوف احنا فين، ونشوف الدنيا حوالينا عامله ازاي. وعموما يعني انت محتاج في اي مجال انك تدخل ديبلي في المجال ذات نفسه، يعني تشوف المجال المحدد اللي انت محتاجه او محتاج انك تشتغل فيه، لا هو ده تفضل لحد ما تجيب يعني شيء من الاخر، او الحاجه اللي يخلي في اعتماديه عليك في الشغل. دي نقطه. الفكره اللي برضه من الحاجات اللي بتبقى السبب في الجاب الكبير قوي اللي بيحصل بين الناس اللي بتدرس او الناس اللي هي لسه بتبدا المجال وبين الناس اللي مؤهله تشتغل، هي حاجه بسيطه جدا، طول النفس. ان صح. هو كلنا اي حد بيبدا اي مجال بيوصل لمرحله قبل ما ابدا شغل. يعني هي بالنسبه لي بصراحه كانت التكه قبل ما ابدا شغل بالظبط، ان انا خلاص ان انا مش يعني انا في السكه بتاعت الداتا اناليسيس، وقعدت مثلا حوالي تقريبا 14 15 شهر في منحه. انا بعد ما خلصت المنحه اللي هو خلاص يعني
قعدت فتره كبيره جدا جدا بدرس نفس التراك، بس حسيت ان انا خلاص اللي هو ان انا فعلا ممكن ما اكونش ده المجال بتاعي. مم. فبفرمل، بحس ان الواحد خلاص دماغه بدات تقف بقى، اللي هو طب ما شفت، طب ما اشوف مجال تاني. فبيبدا الواحد يدخل في مرحله كده ان هو مش متاكد الدنيا ماشيه ازاي. بالنسبه لي ومن ناس كتير برضه انا بدات يعني كنت سالتهم في الجزئيه دي، هتبقى فعلا تكه، تبقى تكه اللي قبل الشغل. دايما هي دي الواحد بيحس ان هو مرحلة ايه، الاحتراق. اللي هو خلاص بيبقى فاضل بس تكه بسيطه يكمل فيها تكه بسيطه وهيبدا ان هو يوصل. مم. فاهم؟ اولا واخيرا الفكره كلها بس في طول النفس. عندك حق. ماشي فل. حلو جدا. طيب، في هنا برضه نقط مهمة جدا، بما إننا اتكلمنا أكتر عن سوق العمل. ندخل على حتة بقى لها علاقة بالتكنولوجيا شوية. هل التكنولوجي بس جود؟ يعني مثلا هل ازاي مثلا آه، أنا خلاص واحد في حاسبات أو هندسة لازم أتعلم باك إند فرونت إند كود بس، ولا؟ انا في الحاجات اللي زي كده بحب ان انا اشوف الامثله اللي حواليا عامله ازاي، خصوصا الامثله الناجحه. يعني في امثله كتير جدا برضو اي حد يعني خصوصا الناس الفريش بيبقى مهم جدا جدا ان احنا كلنا نشوف النماذج الناجحه جت ازاي او نجحت ازاي وان هي بتفكر ازاي، بتقيس النجاح على اي اساس. مم. يعني الفكره كلها مثلا ان هندسه بالذات مثلا، يعني ده انا شفته كتير قوي برضو، ان هندسه مثلا في ناس كتيره منها بتشفت. مم. حاسبات برضو في ناس كتيره منهم بيبداوا شغلهم في تراك وبعدها بيشفتوا على تراك تاني. اه فبشكل عام هتيجي تبص للدنيا من فوق هتلاقي ان مش شرط المجال اللي انت بدأت فيه لسبب او لاخر هو المجال اللي هتكمل فيه. دي حاجه. الحاجه التانيه هو ازاي اصلا تبدأ تبص على المجالات بشكل عام. يعني كتيرة جدا جدا لو جيت تبص لها او جيت تعدهم او جيت تقول مثلا ده مجال كذا وده مجال كذا وده مجال كذا، هتحس ان الدنيا ملهاش نهايه. بس هتيجي بقى اللي انا عايز الناس بجد تبدا ان هي تشفت او تغير منظورها في الحته دي، ان هم ما يبصش كتراك، اه يبص كمجموعه سكيلز. حلو. بمعنى انت مثلا انت مثلا التراك الفرونت اند مثلا وليكن بيكون اغلب الرود مابس اللي بتلاقيها قدامنا ان احنا بيتعلم مجموعه حاجات معينه وان هو بيبدا خلاص كمل او وصل لاخر الرود ماب، فهو كده بيبقى ايه، مؤهل ان هو يشتغل. مم. فكره الرود مابس خلينا ايه نتكلم عليها في وقتها، بس المشكله الثانيه اللي احنا برضو اللي هي اللي معانا دلوقتي او اللي احنا المفروض يعني نبرزها في النقطه ديت، ان هو اصلا ما بيكونش عنده الفلكسبيليتي ان هو يبص للصوره من فوق، يبص اللي هو يعني ايه فرونت اند ديفلوبر اصلا. دي ما بتكونش مرتبطه بستاك معين، ما بتكونش مرتبطه بلغه برمجه معينه، بتكون فهم، اه بتكون استيعاب للي مطلوب من الرول دي بغض مم. النظر عن اي حاجه هو شغال بيها اصلا. حلو. يعني مثلا من الحاجات اللي انا شفتها ان لا، انت في حاسبات في هندسه كنت لازم تكون حاجه لها علاقه بالكودينج، حاجه لها علاقه بالهاردوير. ولكن في السوق بجد اللي انا شفته الحاجه مختلفه تماما. يعني شفت مثلا حد خريج حاسبات اتصالات وشغال معايا ديزاينر عادي في نفس المكتب. هو يعني ممكن نقول كمان في كريدت، فدي حاجه. في حد تاني بعد ما خلص 4 سنين كليه وكان اندرويد ديفلوبر بقى بيشتغل اوبريشن وبعد كده بزنس ديفلوبر. وفي ايه، فهي دي النقطه بتاعه الشغل ذات نفسه. مش محتكره انك طالما حد في مجال الكودينج تبقى كود بس، لان لو كله شغال كود ما فيش شركه تشتغل تقريبا. اضافه برضه على الكلام بتاعك، يعني مم. انا مثلا بدايه دراستي التراك اللي انا كنت فيه، انا كنت داتا ساينس. داتا ساينس هو بيبقى مطلوب منك شغل اي كتير نسبيا، او ان هو بتبدا تذاكر مجالات الاي بشكل عام وبتبدا يعني تدعمها بجزء اناليسيس. جيت لما بدات اوزن بين الاثنين وبدات كمان بعدها لما دخلت الشغل لقيت ان انا لا انا لقيت ان انا حابب اصلا مجال الاناليسيس اكتر. مم. وخلاص انا يعني في خلال حرفيا 3 شهور انا قلت انا ماليش اي علاقه بالاي اي، انا مش عايز اشتغل حاجه زي كده. فهي بتبقى رحله. يعني اللي انا ادركته برضه مع الوقت ان هي بتبقى رحله، وكلنا في الاول وفي الاخر محدش فينا مدرك 100% هو ايه الحاجات اللي هو حاببها. مم. فبيبدا ان هو المجال اللي بيختاره في البدايه بيختاره يا اما مثلا عن مثال كويس هو شافه، يا اما عن ترند طالع مثلا الناس بتبدا ان هي كلها تتجه للتراك ده. زي مثلا اغلب الناس بتبدا دلوقتي ان هي تشفت ناحيه الاي اي، تحس ان هي ايه اه ده الترند وده اللي هياكل الدنيا، مع انها مش كده يعني. بس خلينا برضو نتكلم فيه في وقتها. بس هي الفكره بشكل عام ان الموضوع بيعتمد على كل واحد بشخصه. حلو. حلو جدا النقطة دي. يعني مثلا برضو تأكيدا على كلامك حتة الشركات أو الأهمية الكاملة بتاعت
انك تكون في تراك تاني. يعني مثلا لو جينا نقول على بروجكت مانجمنت، هو في العادي او ساعات لازم يكون محتاج اللي هو يكون فاهم تكنيك. بزنس اناليست برضه لازم يكون فاهم تكنيك. مش لازم لو هو مش شغال في التك بس. بتساعده جدا. لو شغال في التك يعني اللي انا شفته من حد بزنس اناليست بيقول لي انا لو مش فاهم تكنيكال، الباك اند بدل ما فيه تاسك بياخد مثلا 5 ساعات 6 ساعات، ممكن يقول لي 12 20 ساعه عادي. انا مش هقدر اقول لا لان انا مش فاهم تكنيكال. بس هي النقطه في كده ان فعلا فهمك تكنيكال او انت اصلا من باك جراوند تكنيكال او كود كويس، انك تكون اصلا في مجال تاني. يعني مش شرط طالما انت كود يبقى لا لازم اتعلم كود ولازم افضل طول حياتي ان انا شغال في الكود. ولكن السوق بيتحتم الموضوع، لا ده في اتش ار، في اوبريشن، في ماركتنج، في ديزاين. هو الديزاين برضو بيختلف. ديزاين اللي هو برودكتس او يو اي، فده برضو له علاقه شويه بالكود او لازم يكون فاهم على الاقل شويه تكنيكال علشان ما يبوظش الدنيا بعد كده ايه في المبرمج اللي هيبدا يشتغل على الكلام ده. بس مثلا الجرافيك ديزاينر لا، هو لازم يكون فاهم ماركتنج، فاهم حاجات تانية كتيرة برضه مختلفة. هي بتفيد في كذا حاجه برضه، لو مم. هنتكلم عليها من ناحيتين. هي بتفيد الشخص نفسه ان هو يعني سواء على المدى البعيد او على المدى القريب. على المدى القريب هتفيده ان هو يترجم. يعني انا عن نفسي شايف ان اهم سكيل ممكن تبقى عند اي حد بغض النظر عن مجاله ان هو يبقى فاهم بيزنس، حلو. وان هو ازاي يقدر يترجم مشكله البيزنس دي اللي مطلوب منه، للتاسك التكنيكال المطلوب منه. دي بتساعده جدا جدا جدا. وعلى المدى البعيد لو جينا نبص على المدى البعيد، فهي بتديله المرونه ان هو يتحرك في كذا مكان. يعني انا كنت سمعت برضو في يعني في بودكاست قبل كده ان كان حد بيقول لك انك مهم قوي قوي يبقى عندك كذا سي في. اه يبقى عندك انك يبقى عندك يعني كذا حاجه انت تقدر تأدي فيها وتقدر انك تبان فيها. صح. فهي بتفيد على المستوى الشخصي في حاجات كتيره جدا، انك عقليتك بتبدا تتطور وتنمو مع الشغل اللي جاي لك. حبيت انك تكمل فيه زي الفل 10 على 10. حاسس انك مش ده الحاجه اللي انت ممكن تأدي فيها، فهي بتوري لك مجالات تانية مم. ممكن تتحرك فيها مع الوقت، بس انك ما تبقاش مقفول على مجال واحد. بناء على الكلام بتاعك ده، يعني مثلا في بدايتي انا اول ما بدات كنت بدات في الماركتينج، بعد كده بقيت كو فاوندر لستارت اب، فبقيت هنا في بزنس وماركتينج، فالاتنين حاولت ادمجهم بعض. بعد كده لما دخلت في المجال بتاع البرودكتس ذات نفسها، فلا الموضوع بقى مختلف. اي ديزاين او اي حاجه بتجيلي او اي برودكت بيجيلي ببدأ أتعرف عليه أصلا كبزنس الأول، وأقول للكلاينت هل ده هينفع أصلا كماركتينج بعد كده ولا لأ. الحاجات مثلا المعمولة أو اللي هتتعمل كيو إكس هتنفع أصلا كماركتينج أو كبزنس ولا لأ، بشكل ديبلي مش بشكل اللي هو السطحي بتاع مثلا اليو إكس شوية. مع إن اليو إكس مش سطحي على حسب الدراسة، لأن دي ممكن نتكلم عليها بعد شوية لأن كيس شفته عن موضوع القشريات بتاعة التراك دي. بس تمام. بس هي الفكرة ذات نفسها إن الحاجات أو السكيلز اللي أنت بتقول عليها دي او السي فيات المختلفه دي بعد كده بتسمى عليك اصلا في الشغل ذات نفسه. او لو انت في يوم من الايام سبت المجال ده فانت اوريدي فاهم في المجال ده بس. طيب، بما ان يعني في ناس كتيره برضو بتبدا ان هي تحتار في اللي هو طب نبدا منين. طب يعني احنا دلوقتي انا شخص مثلا دخلت حاسبات او دخلت هندسه، سواء كنت حابب المجال او لا، او سمعت من واحد صاحبي ان دي حاجه كويسه جدا وبتجيب فلوس كتير جدا، مجال زي الفل 10 على 10. فالفكره كلها ان دلوقتي احنا يعتبر زودنا على الحيره نوعا ما. اه فتحنا السكوب شويه. لا الحوار مش كود بس، الحوار مش فرونت اند وباك اند مم. شويه شاشات سوداء وبتاع. لا يعني الحوار اكبر من كده، وممكن كل واحد يبقى يقدر ان هو يأدي في مجال مختلف. صح. فبعد ما زودنا الحيره وبعد ما زودنا المجال شويه او الدنيا شويه للنظم، فخلينا ايه، نلم الدنيا حبه. نخلي الدنيا ان هو ان احنا ازاي شخص يختار المجال بتاعه، او ازاي يشوف الحاجه اللي هو هيبدأ فيها. حلو. تخيل. ماشي. انا بالنسبه لي الموضوع فيه اختلاف شويه، لان هو بالنسبه لي هو بينطبق على حاجتين: حاجه انا بحبها او حاجه عرفت اشتغل فيها. فالاتنين بالنسبه لي بيحددوا المجال. لو انا مثلا يعني انا في بدايتي اصلا كنت بحب الديزاين، ولكن اول ما اشتغلت في الماركتنج. بعرف اليد الديزاين حلو. اتعلمت كودينج، بس في نفس الوقت انا لسه في حته بتاعت الديزاين زي ما هي. فمهما حاجه كل حاجه راح اتعلمها او اي تراك ادخل فيها اتعلم، انا لسه هناك، انا لسه في الديزاين.
وبشتغل ماركتنج. فانا يعني كان بالنسبه لي الاختيار لا، لازم احدد الطريق او اخلي الطريق محدد او هو مرسوم، وابدا ابني على الطريق ده بالسكيلز المختلفه. فخلاص بقى الديزاين بالنسبه لي الحاجه اللي انا حاببها، وفي نفس الوقت السوق بتاعها كويس. لان بعيدا عن الكلام اللي بيتقال ان السوق مليان ناس كتير قوي، ولكن السوق كويس جدا. السوق محتاج ناس فاهمه، فلا الفلوس عاليه وان السوق محتاج. فهنا بدات ان انا ابني السكيلز او الشغل اللي انا بشتغله، وفي نفس الوقت الكودينج اللي انا عايز اتعلمه مع الحاجه اللي انا بحبها، وفي نفس الوقت السوق بتاعها كويس. فكان بالنسبه لي الاختيار بناء على السوق، بناء على الشيء اللي انا حابه، وبناء ازاي استغل الحاجات اللي انا بحاول اتعلمها او الحاجات اللي انا بشتغلها في الطريق اللي انا مختاره او المجال بتاعي ذات نفسه. فهو ده اللي خلاني اصلا، او ده اللي ساعدني ان انا اختار المجال اللي هو برودكت ديزاين عموما، او شكل الديزاين من اول ما بتبدا مع البرودكت كبزنس لحد اما توديه للكودر وتبدا انت تشتغل معاه وتقول له ده صح او لا، في نقط معينه لا لازم تتعلم. ده بالنسبه لي اختيار المجال. حلو، خلينا برضو نقسمها تقسيمه تانية. مم. يعني انا بحب افصلها بجانب عملي شويه. يعني انا مثلا دلوقتي واحد لسه داخل اي كليه، او حابب ان انا ابدا اذاكر بغض النظر عن كليتي اصلا. انا حابب ان انا ابدا اذاكر في مجال، او ان انا اقدر ان انا يعني اشتغل في مجال، وان انا اقدر اجيب دخل وكده ايا كان. فازاي اقدر ادخل اي مجال، او ازاي اقدر ان انا اقرر المجال ده؟ فهي بالنسبه لي تبقى يعني ليها حاجتين شويه، وليها مدخلين. اول حاجه، انا شخص مثلا عارف انا بحب ايه. انا عارف ان انا ممكن ادي في الديزاين. انا شخص عارف ان انا ممكن ادي مثلا في الداتا، مثلا ارقام واحصائيات بتاع. شخص ممكن ادي في الباك اند، او شخص ممكن ادي في البيزنس. فبتبقى ممكن في اشخاص واحد بيكون من وهو صغير انا عارف ان انا ايه، دي حتتي، ده مجالي، مم. فبيبدا ان هو يكمل فيه. وشخص تاني بيبدا ان هو لسه بيكتشف. فانا ممكن بشوف 3 4 مجالات، وده الاغلب على فكره. كنا حتى لو انا مثلا ببقى عارف انا عايز ايه، بس لا، بحس ان في 3 4 مجالات شكلهم حلو. اه. شكلهم حلو دي اللي دايما بتودي بداية بجد. شكلهم حلو، فانا عايز اجرب ابدا في ده وفي ده وفي ده وده. صح. ودي كذا حد بجد، يعني انا كذا حد كان كلمني في الحته دي ان هو عايز يبدا في كذا مجال في نفس الوقت، اه. في 3 4 مجالات في نفس الوقت. فانا يعني كان بيبقى بجد كلامي ليهم دايما ان هو اهم حاجه انك تخطط على المدى البعيد. يعني انت تكون شايف انت عايز ترتب دنيتك ازاي. ادي لنفسك فرصه. انت بدل انت مش عارف انت ممكن تأدي في ايه، فانت ممكن عادي 4 مجالات انت عايز تجرب. عادي، انت عندك وقت تجرب مجال مثلا لمده شهرين، مجال تاني شهرين بعده، مجال تالت شهرين بعده، بحيث انك ترسم لنفسك خطه ان انا ممكن اجرب. انا ممكن اجرب، وممكن أأدي في مجال ده، وممكن أأدي في مجال خامس اصلا ما اكتشفه في الطريق. بس الفكره كلها ان انا ما اتشتتش، اكون راسم لنفسي خطه، واكون راسم لنفسي هدف على المدى البعيد، ان انا شخص عايز انجح. ال 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 يعني لو حد يكون مش راسم لنفسه مجال محدد قوي، فبيكون راسم الهدف البعيد ان هو ان انا خلاص، انا بس مجرد ان انا عايز انجح، او ان انا عايز ابقى شخص في مكانه كويسه، بدخل كويس، مرتاح في حياتي ايا كان. فالطريق هيوصلك طول ما انت مخطط صح، وطول ما انت دي حاجه برضو شخصيه جدا انا بقيسها على نفسي. هو ما تقيسهاش بشغف، ماشي. ما تقيسهاش بشغف خالص. وبرضو يعني الفكره كلها ان الواحد يقيم بهو نجح فيه. حلو. ف حاجه مهمه برضو على حته ما تقيسهاش بشغف دي. احنا هنا يعني بنعرض وجهات نظر مختلفه. الكمبيوتر الشخصي اتولد عام 81، واحنا اتولدنا عام 82. اتولدت نيو هورايزونز للتدريب عشان تكون جنبك في كل خطوة. المستقبل مش بعيد، وانت اكبر من التحديات. نيو هورايزونز معاك علشان المستقبل. ليه في تصور ان في تخصصات اهم من تخصصات. تمام. حلو. هو بصراحة يعني السؤال ده بيكون مهم أصلا في التشكيلة العقلية بتاعت حد هو بيختار المجال بتاعه. فهو مثلا أول ما يبص دايما يبص مثلا، أنا هضرب مثال على النطاق بتاعي، يبص على اليو اي، يقول لك لأ، في أعلى اللي هو يو اي يو اكس، ماشي. في بعد كده لأ، أنا لازم أكون برودكت ديزاينر، ولكن هو بعيد كل البعد عن الموضوع ده. ممكن نتكلم عليه بعد كده في سؤال، ولكن الاساسي ان في ناس بتحس انك يو اي
ده حاجه قليله، بس برودكت ديزاينر ده حاجه قويه جدا. ولكن ممكن اليو اي ده اصلا افضل من البرودكت ديزاينر. ليه؟ لان ده حد سبيشالست في حاجه معينه. فلا دي النطاق عموما. مثلا في حاجات برضو زي الفرونت اند مثلا. حلو، فيقول لك لا انا فرونت اند وخدت شويه باك، فانا فول ستاك، انا عايز اكون فول ستاك. او حد يقول لك الباك احسن من الفرونت. فالموضوع ده معضله كبيره يعني. الاساس ان التراك هو تراك. انت سوفت وير انجينير بس متخصص في تراك معين، انت سبيشالست في حته معينه. فالموضوع ده ممكن يكون عليه نقاش اكبر. هو لا، مفيش تراك اهم من تراك، ولكن كده كده سوق العمل محتاج كل حاجه، او كل واحد محتاج كل واحد عارف كتير ولكن هو متخصص في حاجه معينه. ما بتحتاجش قوي التشعب ده. تكملة على كمان برضو لو هنقيسها مثلا على تراكات الداتا، هي يعني بغض النظر عن التراك معين او الحاجه المعينه اللي احنا بنتكلم عليها، بس لو هنيجي نشرح مثلا مجالات الداتا بشكل عام سريعا، مم. فهي في سكيلز كتيره جدا جدا بتكون مطلوبه من اي شخص له علاقه بالداتا بشكل قريب يعني، او ان هو اغلب تعامله مع الداتا. فبنبدا نلاقي تقسيمات بدات تظهر، سواء داتا اناليست، سواء داتا ساينتست، داتا انجينير. وطبعا بيكون في ميكسات كتيره جدا ما بينهم. في حوالي يعني الفترة الأخيرة أنا شفت حوالي أكتر من 13 14 بوزيشن مم. أو تايتلز. لو هنتكلم بقى بشكل صح، ما بتكونش بوزيشنز، هي بتكون تايتلز. كان في حد حد لف على شركات كتير واشتغل في شركات كتير، كان لاحظ الموضوع بشكل كويس. قال إن هو هنرجع تاني لحتة السكيلز، هي مجموعة من السكيلز اللي الشركة محتاجاها في المكان ده، بس بتديها أي تايتل. بتديها تايتل معين اللي هو ممكن في ماشين ليرنينج انجينير، وممكن حد داتا ساينتست، ممكن الاثنين يكونوا بنفس الجوب ديسكريبشن بالظبط. مم. ممكن حد داتا اناليست، وممكن حد داتا ساينس. في ناس بتفرق، في ناس كتير جدا بتقول ان الاثنين لا مالهمش علاقه ببعض، او الداتا اناليسيز الشائع مثلا ان الداتا اناليسيز جزء من الداتا ساينس، بس لا ممكن يكونوا بنفس الجوب ديسكريبشن. وفي حاجه انا لسه شايفها النهارده، يعني بجد انا لسه شايفها النهارده. حد طالب بزنس اناليست، اللي هو يعني لو هنيجي بقى للجوب ديسكريبشن بتاع البيزنس اناليست، اللي هو الشخص المفروض اللي هو بياخد الريكويرمنتس، وان هو بيبدا يتكلم مع ستيك هولدرز بشكل متواصل، وبيبدا يترجم الكلام ده لريكويرمنتس محدده التيم التكنيكال يشتغل عليها. فلا هو طالب بيزنس اناليست في التايتل، تيجي تشوف الجوب ديسكريبشن تلاقيه داتا اناليست عادي جدا. اوكي. فهي الفكره كلها ان احنا بنجمع سكيلز على يعني على مدار الفتره اللي احنا بندرس فيها، او على مدار الرحله بتاعتنا، وبنبدا نشوف الوظائف، او نبدا نشوف البوزيشنز اللي تليق على السكيلز بتاعتنا. بس اللي اعرفه ان الداتا سهله يعني. ده حقيقي جدا يعني. الداتا هو اصعب في شغل. ناس كتيره في الداتا هي اصعب أعتقد في ناس اصعب حته في الداتا يعني. لو مم. هنتكلم بصراحه، اصعب حته في الداتا، او ارخم حته في الداتا لو هنتكلم بشكل صح، يعني ان احنا ساعات بنضطر نصمم داشبوردز. الحوار ده التصميم ده تبقى يعني فاهم، بحس ان هو ده ملوش علاقه بالداتا اصلا. الداتا شغلها كله statistics مم. واحصاء وحاجات اللي هي معقده بنساهم في الديسيجنز بتاعت البيزنس، وده اللي محب ناس كتير في الحوار. بس تيجي بقى حته التصميم، بنحس ان احنا يعني ايه، زي ما تقول كده نقاشين شويه. ف بس دي مناقشين. يعني الفكره كلها ان احنا ما بنحس ان هو يعني ده مش ده الشغل بتاعنا. طيب بما انك يعني اتكلمت على حته نقاشين، احب يعني اتكلم عن النقطه دي لان هي مغلوطه شويه. ان مثلا ديزاينر دايما نقاش، او اي حد له علاقه بالديزاين نقاش. بس عموما انت كداتا، انت لو مش قادر تاتي فيجوال معين بالحاجات اللي انت طلعتها في ديزاين، صفر. مش صفر قوي، ولكن هي بالنسبه لك لا بعيده جدا بشكل كبير قوي عن ان هي تتعرض على كلاينت. حلو. بالنسبه برضه لحته النقاشه دي، لان هي دايما على موضوع اليو اي والإكس وعلى الفرونت اند، او اي حاجه لها علاقه بالفرونت، سواء مثلا اندرويد فلاتر ايا يكن. فدايما بيربطوا الموضوع بالنقاشه. لا، هو الفكره انك بتكون سواء مثلا فرونت اند او حاجه لها علاقه بالكودينج، انت سوفت وير انجينير، فبتحاول تطبق الديزاين ده بشكل كودينج، وفي نفس الوقت هتبدا تلمس الابلكيشن ده مع الباك اند بتاعك لحد ما يكون في ابلكيشن بجد. فانت من غير البروسيس اللي في النص دي صعب جدا ان يكون في ابلكيشن. في بروسيس برضو تانية اللي هي اليو اي واليو اكس. اليو اي ده ديزاين عادي، اليو اكس لا، ده مش نقاشه خالص. اليو اكس لو معتمد على اللي هو نقاشه، هو مستحيل يكون في ابلكيشن. هيكون في ابلكيشن لا يلبي احتياجات العميل
ملوش علاقه باللي الكلاينت محتاجه، ملوش علاقه بالسوق. فدي بيختلف بقى فكره النقاش ذات نفسها. فدايما وراء كل ديزاين او حاجه ظاهره في الوش، لا في الباك جراوند حاجات تانية اكبر بكتير. الحاجات دي لو مش موجوده وانت معتمد اللي هو ديزاين بس، فهو ده يعتبر فعلا كلمه نقاش. بتشطب الشغل يعني. ماشي. ماشي. طيب. احنا مش ناقشين يا جماعه. ماشي. طيب، في برضه حاجه مهمه انت قلتها، خلينا ننقل منها على موضوع تاني مهم شويه، وبيقابل اغلب الناس اللي لسه بتبدا المجالات بشكل عام، وهي حتتين يعني. اول جزء الرود ماب، وازاي الشخص يعني ازاي الشخص يلاقي رود ماب كويسه للمجال اللي هو عايز يدرسه، وفي نفس الوقت لما يخلص الرود ماب دي يقدر يقيس هو فين. يعني في ناس كتيره جدا بتبدا تمشي على رود مابس ثابته، او حتى رود مابس بتتغير. الموضوع مش فارق قوي، هي الفكره ان هو الفكره في الرود ماب ان هي بتخلينا مثلا انا هدرس حاجه في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه، في ال15، بغض النظر عن حجم الرود ماب، بيحس ان هو خلاص انا درست الحاجات دي، انا خلصت رود ماب. يعني انا خلصت رود ماب، اذا انا جاهز اشتغل. في ناس كتير جدا بتبقى رابطه الاثنين ببعض. بس عايزين نوضح برضو حته ان الرود مابس بشكل عام، الرود ماب نفسها ليفل يعني. ممكن الرود ماب كلها تكون عباره عن ليفل اللي هو البيزكس اصلا. ممكن يعني ممكن الرود ماب دي تكون هي جزء من الرود ماب المؤهله للشغل اصلا. دي الحاجه الثانيه هتيجي برضو لو يعني انا بصراحه اللي كان كويس جدا بالنسبه لي او اللي ساعدني. اي نعم، انا خدت يعني اغلب الناس مثلا لما تيجي تذاكر الشغل بتاع الداتا ممكن بتذاكر بايثون مثلا، وبعدها بتبدا ان هي تشوف سيكوال او باور بي اي. يعني بتذاكر اللي هي التكنولوجيز، بتبدا بالحاجات الاكثر شيوعا، او اللي هي المنتشره اكتر، او اللي هي اللي شكلها حلو. يعني في ناس بتبدا بالبايثون بالذات، علشان اللي هو ايه، انا مبرمج، انا اللي هو الشخص يعني انا ما بعدتش عن الكود. في ناس كتير جدا في الداتا بشكل خاص ما بتحبش خالص شغل الاكسل، تحس ان هو لا، او انا ليه اشتغل اكسل. هاجي المشكله بقى في حاجه زي كده، انك بتخلص رود ماب مثلا، او انك بتخلص مجموعه تولز معينه، بتلاقي انك مش هو ده المطلوب. فبيحصل حاجتين، يا اما انك بتسيب المجال اصلا، يا اما بقى بتبدا ان هو تهبط، تحس انك خلاص انك ضيعت الدنيا، مش لاقي شغل، او المشكله فيك انت، فبتبدا يعني الشكوك تبدا تظهر جواك. فهي الفكره في الرود ماب. يعني انا لو هنيجي بقى الحل، يعني انا بحب دايما اللي هو الحاجه زي كده دايما نظهر لها حل، ان دايما الشخص هو اللي يعمل الرود ماب بتاعته. حلو. دي حاجه. ازاي يعمل الرود ماب بتاعته؟ انا بالنسبه لي برضو، ان انت دلوقتي واحد قرأت عن المجال. احنا دلوقتي شفنا مجال ايا كان، وليكن برودكت ديزاين مثلا، او داتا اناليسيس، او ايا كان. اللي انا كنت بعمله، او اللي انا بنصح الناس دلوقتي انها تعمله، انك تخش على لينكد ان، تشوف الجوب ديسكريبشنز كتير جدا، تبدا تكون فكره عن ايه اللي بيتطلب. حلو. يعني ما اشوفش رود ماب مثلا اللي هي بتقول لي اعمل 1 ثم 2 ثم 3 هتلاقي شغل، ابدا ادخل على لينكد ان اقدم على شغل فعلا ما الاقيش. حلو. فهي الفكره ان احنا عايزين نجيب المرحله من العكس، ان احنا نجيب من هناك. انا رحت هناك، شفت السوق عايز ايه، شفت الناس بتطلب ايه، وشفت حاجات مشتركه. يعني اكيد زي ما قلت في الاول، ان مفيش الجوب ديسكريبشنز بيكون فيها اختلافات كتيره جدا، مش كله بيطلب نفس التولز او نفس التكنولوجيز، بس بنسبه يعني للمجال الواحد بيكون مثلا في نسبه 60 70% مشترك. انا اصلا حتى في سؤال كنت اساله دلوقتي، كنت اقول لك هو ايه اصلا تعريف كرود ماب؟ هل انا لازم اصلا ابدا اي شغل ليه، او ابدا اتعلم حاجه معينه امشي على الرود ماب؟ انا بصراحه بالنسبه لي الموضوع ده ليه معضله شويه. انا مثلا عن تجربتي الشخصيه، اي حاجه اتعلمتها كانت الرود ماب قدامي، شفت الرود ماب بتقول ايه، شفت زي ما انت بتقول الشغل بيقول ايه، بدات ان انا اعمل سيرش اصلا دايركت على التوبكس، توبيك ما عجبنيش حد بشوف حد تاني لحد ما افهم التوبيك كويس، وابدا ادخل على اللي بعده. تقريبا سلسله تعلمي في اي حاجه اتعلمتها هو ان ما التزمتش على الرود ماب بتقول لي اعمل كذا وكذا. لا، انا كان بالنسبه لي السيرش ذات نفسه هو اللي عرفني، لان انا طالما عملت سيرش بايدي، عملت نوتس، كتبت وحفظت البلاي ليست دي، وشفت فيه بلاي ليست غلط وبلاي ليست صح. كان بالنسبه لي الرقم واحد بالنسبه لي حته لا، اللي انا اعمل سيرش لنفسي، او ابدا اكريت الرود ماب بناء على اللي انا حابب اسمعه، مش اللي مشروط عليا اسمعه او اشوفه. احنا كنا بنتكلم على الرود ماب والسيرش بشكل عام. فبجد بجد اهم سكيل ممكن حد يتعلمها بعد السكيل اللي انا قلتها بتاعت ان احنا نفهم بيزنس، هي السيرش. السيرش ده هو يعني طوق النجاة لاي حد في اي مجال.
وبشكل عام هي بجد حاجه احنا محتاجين نتعلمها في كل حاجه، حتى مش في المجال بس، محتاجين نعرف اي حاجه. ما نكسلش ان احنا ندور على المعلومه، وما نكسلش ان احنا نتعلم ازاي ندور على المعلومه بشكل صح، ازاي نتاكد ان المعلومه دي صح اصلا او غلط. يعني السيرش مش حاجه سهله انها تتعمل، مش سهل ان احنا نسيرش، ومش سهل ان احنا نتغلب على حته ان احنا نسيرش، يعني نتغلب على حته ان احنا ممكن نكسل نسيرش. هي بجد حاجه بتساعد كتير جدا جدا جدا، سواء كنت فريش لسه بتبدا، سواء كنت جونيور ميد سينيور اي حاجه. يعني كان في حد برضو من الناس اللي هي التقيله جدا جدا في المجال، تقريبا اللي هو مؤسس اطلب، كان بيقول ان هو دايما التعليم هو الحل. التعليم هو الحل، ان الشخص مهما كبر في السن، مهما كبر في المجال اللي هو فيه، مهما اتعلم، فدايما التعليم هو الحل لكل مشاكل بشكل عام. فالفكره دلوقتي ان احنا ندخل على المرحله اللي بعدها في السيرش، او خلينا نرجع للموضوع الاصلي، في ان هو احنا ازاي اصلا نسيرش على الرود ماب، او ازاي ان احنا نعمل الرود ماب بتاعي. تمام، اوكي، ماشي. الفكره دي دايما على طول بتكون موضحه في ان في رود مابس كتير. حلو. فانت تبدا قدامك حاجه من الاثنين. الحاجه الاولى انك تبدا تشوف رود ماب ناس كتير مرشحاها، تبدا تمشي عليها، تبدا تشوف ايه اللي انت ممكن تمشي عليه فيها، او ايه اللي هيناسبك، وفي نفس الوقت مع المتابعه زي ما قلنا الديسكريبشن بتاع الجوبس اللي موجوده. وتبدا انت زي ما بين انك تشوف اللي موجود في رود ماب وما بين انك تسيرش. حلو. بس في حته مهمه جدا، ودي حاجه رقم 2 بالنسبه لي، ويعتبر ما كانتش اهم حاجه، هي انك تسأل، هي انك محتاج منتور. دي مهمه جدا جدا، لان المنتور هيوفر عليك تقريبا نص الطريق. في حاجات غلط كتيره انت هتقابلها فهو يصلحها لك، وفي نفس الوقت في اسئله كتير هتقابلك فهو انت تعرفها منه. في اسئله بتكون محتاجه انك تسيرش، وفي اسئله تانية بتكون محتاجه انك تسال حد بجد جوه الشغل. فبرضه مع حته السيرش دي مهم جدا ان يكون معاك منتور، سواء حد صاحبك مخلص المجال ذات نفسه، او في سوق العمل بجد حد تعرفه. لو حد على لينكدين وانت بدات تدخل تكلمه عادي، ممكن يساعدك اصلا. يعني في ناس على لينكدين تقدر تساعد في النقطه دي. طيب خليني برضو عشان حته المنتور، هو المنتور مهم. مم. حلو، احنا متفقين ان المنتور مهم، بس خلينا برضو نغير تعريف المنتور شويه. يعني انا بالنسبه لي مش شرط، انت قلتها بس عايزين نركز على شويه، ان مش شرط المنتور يكون هو الشخص السينيور اللي هو عنده 15 20 سنه خبره في مجاله. لا، هو يعني كان في حد كان قال جمله مهمه جدا، ان عادي يكون انا وانت بنتعلم في نفس المجال، واحنا الاثنين نمنتور بعض. اصل صراحه انت مش هتلاقي ال 15 سنه ده هو مش فاضلك. لا، على فكره في ناس كتير برضه، دي من الحاجات المهمه، ومن الحاجات اللي في ناس صحابي عملوها ونفعت، ان هم بيدخلوا يكلموا، يبعتوا لحد رساله مثلا على لينكد ان، انا فلان الفلاني بتعلم كذا كذا كذا، ومحتاج 1 2 3. عادي جدا تبعت ل2 3 ما يردوش عليك، وممكن تبعت للناس كتير، ممكن ما تردش، بس فعلا يعني ما تزهقش وما تتضايقش ان حد ما بيردش. هو ممكن يكون ما فتحش لينكد ان، ممكن يكون هو مش فاضي يرد، ممكن يكون هو لسه رساله، ايا كان. لو واحد رد هتلاقي الرد بتاعه ده اثر عليك مسافات كتيره جدا. ده بالنسبه للخبره الكبيره. بالنسبه لحته ان احنا نمنتور بعض، فهي ممكن اكون انا وانت شفنا نفس الفيديو، انا فهمته بطريقه معينه، انت فهمته بطريقه تانية، ففهمي على فهمك هيعلينا احنا الاثنين. هي دي ميزه ان احنا مثلا ممكن حد يذاكر، ان مجموعه مثلا تذاكر مع بعض نفس الحاجه، ان حد سابقك في المجال ولو بحاجه بسيطه جدا جدا، هو خلص كورس انت لسه بتبداه، مش شرط يكون خبره كبيره، هو يكون لما خلص الكورس بدا يربط الدنيا ببعضها اكتر، فيبدا يقول لك مثلا خلي بالك من الحته دي، ركز على الحته دي اكتر. فهي الفكره كلها من الحاجات المهمه جدا جدا في المجال ده، او بشكل عام في اي شخص عايز يشتغل في اي حاجه، ان هو يبدا يحاوط نفسه بناس كويسه، ناس بتحاول ان هي تفهم، ناس ممكن تكون سابقاه، ناس تكون معاه في نفس الخط بس عقليتها كويسه، بحيث ان هو يقدر يفيد ويستفيد. عندك حق. يعني حته الجروب او الكوميونتي ده بيفرق بشكل كبير جدا في التفكير او العقليه ذات نفسها. يعني لو انت، يعني أنا تقريبا الجمله دي اتقالت كتير قوي، لو انت مثلا في مع 6 فقراء هتفضل فقير، ولو مع 6 اغنياء هتبقى غني. الفكره مش في القصد ذات نفسه او الكونسيبت ذات نفسه، الفكره في العقليه، ان العقليه بتاعتك بتتغير، العقليه بتاعتك بتفهم. يعني اللي اعرفه مثلا، او الكوميونتي اللي انا فيه تقريبا معظمه، يعني ما كانش تقريبا 70% منه فاهم بيزنس. فبدوره انا لازم اكون فاهم بيزنس، لان اللقاء ذات نفسه واحنا قاعدين بنتكلم
بتتكلم عن البرودكتس، عن البيزنس ايا يكن. فالكوميونتي كده كده بيفرق في التعليم، سواء الكوميونتي في التفكير او الكوميونتي اصلا في الجيرني بتاعت التعليم ذات نفسها. فهي دي برضو حته مهمه نتكلم فيها، وهي حته الكوميونتي، وعلى قد ايه لازم تبحث وتدور على الكوميونتي ده وتمسك فيه. انا ماليش دعوه بحته المقصوره اللي اتقالت دي يعني. انا اسف. مش دعوه. طيب ماشي. نبدا الحته اللي بعدها. ماشي. خلينا برضو نركز على حته مهمه، هي مش يعني كلها مرتبطه ببعضها بشكل ما او باخر، تلاقي الدنيا كلها مرتبطه ببعضها. حته اللي هو آه، انك توازن بين التولز والمفاهيم او المبادئ الخاصه بالتراك او المجال اللي انت عايز تدخله. ازاي تحوط التولز بتاعتك بمايند سيت جاهزه ان هي تستقبل التاسكات بتاعت الشغل، وان هي ان التول تكون فعلا تول، مش هي اللي متحكمه في عقليتك. انت اللي تتحكم في التول، مش التول اللي تتحكم فيك. ازاي تحوط، انت اللي تحوط التول. طيب انا في البدايه انا ممكن احكي موقف حصل لي بالنسبه للحته دي، لان النقطه دي مهمه جدا 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 أوي في السوق يعني بنسبه كبيره. انا اول ما بدات اصلا، اول ما اشتغلت في مجال الديزاين، انا كنت الاول شغال ماركتنج قبل الديزاين. اول ما بدات اشتغل في الديزاين بجد، انا كنت ديزاينر وداخل عارف فوتوشوب، الستريتور، الديزاين. كنت داخل ابدا اشتغل جرافيك ديزاينر عادي. اما دخلت فاشتغلت مع حد لا هو عارف المفاهيم كويس، برنسبلز، قال لي لا ده شغل، ده شغل تولز، ده ما ينفعش. في سبيسنج، في شكل معين للترتيب بتاع الداتا، في حاجات معينة لازم توجهها أصلا من الصورة اللي موجودة. بدأ يبقى في معلومات كتير قوي حوالين التولز اللي موجودة. فالتولز دي مجرد بس ممكن نقول حوالي 40% من الديزاين. يعني لو أنا عارف التولز بشكل 20% وعارف المفاهيم بشكل كبير، أنا هديزاين أكتر أحسن من حد فاهم التولز بشكل قوي، لأن أنا هعرف أوصل رسالة من الديزاين ذات نفسه. حلو. خلينا برضه اضيف على كلامك يعني، وقياسا على كلامك مثلا في المجال عندي هنا مثلا. هنرجع تاني للمقارنه مثلا بين اكسل وبايثون. تمام. بايثون لغه برمجه، تمام، طبيعي الفيتشرز اللي فيها اكبر بكتير، بتديك اريحيه اكتر. انت الاكسل بتكون مثلا محدد بجي اي معين بفيتشرز معينه، ممكن يديك مرونه مع الوقت. طبعا كل ما تتطور كل ما تقدر تستخدم الفيتشرز الموجوده بشكل احسن. بس من الحاجات اللي انا اتعلمتها ان هو مثلا انت بتجيلك انت بتتحط في موقف، انت جالك مشكله، انت مطلوب منك، هو اللي بيطلب منك اصلا يعني في الشغل اللي بيطلب منك هو مش شخص تكنيكال، ومش مطلوب منه يكون تكنيكال. انا مطلوب مني ان انا دلوقتي بقول لك انت التكنيك. انا دلوقتي قابلت مشكله في البيزنس، حلها لي. هي كانت بتقال لي كده في كذا كذا كذا، الفيدباك اللي جالنا 1 2 3 تصرف. فهي تصرف دي بقى هي على حسب انت قد ايه مدرك اللي حوالين التول اللي في ايدك، لو انت ازاي تقدر تعدي من هنا لهنا، تعدي من بزنس لتول ما لهاش اي دعوه باي حاجه من اللي انت بتعمله غير اللي انت بتقوله لها. وازاي تقدر انك تكلم التول دي باللغه بتاعت البيزنس. صح. فهي الفكره كلها يعني الزنقه دي بتبدا ان هي تخرج من التول اللي في ايدك، او تخرج من دماغك انت شخصيا حاجات. ممكن انت تتعلم حاجه جديده بسبب السيرش، ممكن انك تلف حوالين التاسك اللي جايلك بشكل او باخر، بحيث ان هي تول ايه ومشكله البيزنس اهي. انا ما ينفعش اخرج بره الاثنين دول. من الحاجات المهمة أوي حتة أصلا التول، هي لازم تكون في الرود ماب. التول والبيزك المفروض تشتغل عليه، اللي هو مثلا البرنسبلز الموجودة، المبادئ، المفاهيم، لازم تشتغل عليها أصلا زيها زي التول بالظبط في الرود ماب، وممكن كمان أكتر. ممكن ده اللي المفروض يكون في الرود مابس اللي موجودة، وده بيكون بعيد كل البعد شوية. يعني مثلا ممكن نضربك مثال في السوق موجود حاليا، ممكن تشوف على لينكدين أو في أوقات كتيرة يو اكس كتير أوي، الناس شغالة يو اكس كتير. هما في الحياه بس هما في الحقيقة مفيش إلا كورس فيجما. يعني لو حتى اشتغلت معاهم على فوتوشوب لا، أنا فيجما بس. أو خدت الكورس بتاع هاب فايز، وده يعتبر أشهر كورس في مجال الفيجما أو موجود، فأنا خدت الكورس ده. فأنا يو اكس. يو اكس منين؟ لا مفيش يو اكس أصلا. بس هو خلاص هو مسك في النقطة دي، من مجرد تولز أو من مجرد تول بس واحدة اتعلمها، أو من مجرد فكرة خدها، فبقى بالنسبة له هو بقى فاهم التراك كاملة. ولكن في السوق الديزاين ضعيف، مفيش مفاهيم فيه، ده حاجة يو اكس مفيش يو اكس. حلو. خلينا ننقل بقى حاجه كده ايه يعني
تبقى برضو من الحاجات المهمة لينا وقت ما بنبدأ نتعلم، وقت ما نكون في نص الطريق، مع أول شغل، وقت ما نتطور نبقى نترقى في شغلنا مثلا، ممكن سواء من فريش لجونيور، من جونيور اوكي. لحد ما يوصل لسينيور. مم. هي رحلة اللي هو الشخص ازاي بيظهر شغله، ازاي بيبرز شغله وسط الناس، او ان هو ازاي بيقدر يعني يعمل لنفسه صورة الناس تعرفه بالصورة دي. اوكي. ويعني خلينا برضو نوضحها اكتر، اللي هي البيرسونال براند، او اللي هي ازاي ان هو شخص يعمل نفسه براند تفضل في ذهن الناس بشكل عام. تمام، يعني مش عايزين قوي نتعمق في الحته دي قوي، ولكن لان هو الموضوع كبير قوي كبيرسون براندنج. ولكن البيرسون براندنج انك في الاخر هتولي شغلك بهدف معين، ويعتبر من اقوى الطول اللي بيستعملوها عشان تبرز شغلك او تبرز نفسك اصلا في اي مجال. هو ايه؟ لينكد بالظبط، لينكد ان. طيب لينكد ان من اللي انا بشوفه حاليا اللي في ناس كتيره بتبدا ترفع بوستات، شهادات، بروجكتات كتيره جدا في حاجات بسيطه قوي، مواضيع ممكن ما يكونش لها هدف قوي غير اللي بيبين اللي انا فاهم. مم. حلو. ده بيضعف شويه البيرسون براندنج بتاعك. هيعرفوك، الناس هتعرفك عادي، ولكن هيعرفوك بشكل ان الكواليتي بتاعتك مش افضل حاجه او لسه بادئ عليك. طب ايه؟ لينكد ان هو اداه بتساعدك حاجه من الاتنين. الحاجه الاولى انك تحاول كل بوست ترفعه ليه هدف معين. انا في كونكشن جديده مثلا عندي، الكونكشن دولت انا عايز ايه؟ اوصل لهم او اعرفهم عني بشكل ما، فانا ابدا اشوف الكونكشن دي ايه البوست اللي انا ممكن اعمله في المجال بتاعي يفيدهم. فدي حاجه. مم. حاجه تانية، حته الجورني بتاعت التعليم بتاعتي، مش شرط ان انا اظهرها على لينكد ان، لا، هو الجورني دي خاصه بيا، بس انا ممكن اظهر على لينكد ان الشغل اللي لما حد يشوف من شركه يقول لك لا انا عايز ده، انا عايز اشتغل مع ده. خلينا برضو ايه ما يعني ما نتعمقش قوي في الحته دي، عشان اوكي. ممكن يبقى في حاله تانية تتكلم عنها بالتفصيل. اتفضل. ممكن برضو يعني الفكره برضو في ملاحظه اخيره، حاجه يعني ممكن اختلف معاك فيها شويتين 3 4، اوكي. وهي ان مش لينكد ان بس، اوكي. دي حاجه مهمه. البيرسونال براند بشكل عام، او يعني ممكن ما نقول صورتك بشكل عام في وسط الكوميونتي بتاعك، او في الكوميونتي اللي انت عايز تكون فيه. دي نقطه مهمه، يعني ان احنا برضو بنحاول نكون في كوميونتي قريب مننا كاهتمامات، كمجال، يعني حاجات كتير، بحيث ان احنا نقدر نتطور بشكل اسرع زي ما قلنا. فمش شرط لينكد ان، في مثلا ناس كتيره مثلا شغاله دلوقتي على تويتر كويس جدا، من حيث التكنيكال، ومن حيث الوسط التكنيكال، اكيد عارف كده. فيسبوك في ناس برضو بتوصل عليه شغل. فهي الفكره كلها انك ازاي، الهدف مش شرط يكون لينكد ان، الهدف انك توصل للناس اللي انت تقدر تستفيد بيهم وتقدر تفيدهم. علشان برضو حاجه مهمه، ممكن انا مثلا هتكعبل في حاجه مثلا، حاسس ان هي ايه مش شائعه او في التراك بتاعي، فافيد الناس. والجزئيه دي، حته ان انا اجرب اشرح اصلا حاجه، بتفيدني انا على المستوى الشخصي، ان انا بستوعب الكونسيبت ده اكتر، وان انا ببدا افهم عنه اكتر. فهي العمليه رايحه جايه من حيث ان انا بضيف حاجه للمجال بتاعي، دي حاجه. ان انا بعمل لنفسي براند زي ما انت قلت، ان انا بنوع الاودينس اللي انا بوصل له من الشانلز المختلفه، سواء لينكد ان، فيسبوك، تويتر، ايا كان الشانل. فهي الفكره كلها ان احنا عايزين نوصل. لو انت طالب في كلية حاسبات ومعلومات، فتيم ميجا بيجهزك لسوق العمل من دلوقتي. احنا عملنا شراكة مع أكاديمية كوارتر لتعليم البرمجة، واللي بدورها بتتعاون مع شركة العالمية الحرة، واللي هي من أكبر الشركات في مجالها في الدلتا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وانت بتتعلم في الأكاديمية هيكون قدامك فرصة حقيقية للتدريب في شركة كبيرة بعد ما تخلص الكورس. يعني مش بس هتتعلم، لا كمان هتطبق اللي اتعلمته بإيدك وتدخل السوق وانت جاهز. تابعونا، هنعلن قريب عن تفاصيل الكورسات والتسجيل. هنرجع للهدف الاساسي، ان هو كل واحد بيماركت لنفسه بالشكل في الاول وفي الاخر. كلنا في الاول وفي الاخر عايزين نعمل لنفسنا صوره كويسه، كلنا في الاول وفي الاخر عايزين بالظبط. ان احنا نوصل لشغل في الاخر. من الحاجات برضو بمناسبه الشغل، عايزين ان احنا في سؤال كده، او يعني في حاجات بتبدا ان هي تظهر في المرحله اللي الشخص بيكون حاسس ان هو ذاكر فيها كتير بس لسه ما جابش الشغل. فممكن يبدا حد فينا يظهر قدامه شغل مثلا ممكن ما يكونش في مجاله، ممكن حاجه حوالين التراك اللي هو بيذاكره، او ممكن حاجه مالهاش اي علاقه اصلا بالتكنيكال، بس هي فرصه متاحه قدامه. ف بنبقى يعني بنبقى في حيره شويه، هل احنا ندخل
الشغلانه ديت لحد ما نلاقي حاجه في مجالنا، ولا نستنى ونتفرغ للدراسه بشكل كامل؟ طيب صراحة السؤال ده مهم. يعني بصراحة يعني ممكن ألخص الكلام ده كله في حاجة واحدة بس، وهي إن الحركة بركة. أي شغل بالنسبة لك أو قدامك وهو فرصة كويسة إنك تقدر تشتغل فيه أي مجال، اشتغل. وفي نفس الوقت أنت بتتعلم مجالك لحد فترة معينة، خلاص قدرت إنك تجيب شغل في المجال اللي أنت حابه أو تشتغل فيه، خلاص تقدر تعمل شيفت عادي. برضو يعني بيبقى مشكلة نوعا ما اللي في ناس تقول لك لا أنا مش هقدر أشتغل في حاجة غير المجال اللي أنا عايزه. لا يعني ده بيضيع منك فرص كتيرة. والحتة الأساسية حتة الشغل في مجالك، يعني ماشي عادي إنك تشتغل بره مجالك، بس ده الوقت محدد برضو. يعني مثلا ممكن تسيب فرصة كويسة أو شغل في شركة محترمة، ولكن ده علشان تتعلم حاجات تانية أكتر. فستيل أنت ما تأثرش في الاتنين. لا، أنت أي فرصة تجيلك تقدر تشتغل فيها عادي، إنك تتحرك لحد وقت معين. بعد كده أنت محتاج تطور نفسك أكتر، وشايف إنك لو سبت الشغلانة دي هتبدأ إنك تطور نفسك أكتر وتدور على شغل تاني في مجالك أو بره مجالك، ولكن ستيل أنت طورت في نفسك. فده ستيب برضو لازم إنك تاخدها. طيب بس انا كنت فاكر ان انا هختلف معاك في النقطه دي، بس يعني صغتها بالشكل اللي انا كنت عايز اسويه برضه. مم. فبالنسبه لي طبعا برضه هو الحاجه زي كده اللي انا شفتها، او يعني اللي كانت بالنسبه لي انا اصلا يعتبر انا يعني ممكن حاجه شخصيه، بس انا يعتبر اشتغلت في حوالي 4 أو 5 مجالات اصلا مم. ما لهمش اي علاقه ببعض. لكن سبحان الله يعني كل تجربه وكل كل مرحله بيبقى لها اثر، بيبقى لها بيبقى لها يعني زي نكهه كده بتضيف في شخصيه الواحد، او ان هي بتحاول بتأهله ان هو يبقى ان هو يروح مكان احسن، او ان هو يستوعب الصعوبات او اللي هي المشاكل اللي بتقابله. في تحديات مختلفة عموما. بالظبط مم. كده كده هتعرف تقيس. يعني بالظبط. مفيش الخبره كده كده ما بتروحش. صح. التجارب ما فيش تجربه مش هتطلع منها باي خبره. يعني ما فيش تجربه مش هتطلع منها بخبره. كل التجارب اللي انت هتدخل فيها هتفيدك بشكل او باخر. الفكره كلها زي ما انت قلت انك تكون محدده بوقت ومحدده الهدف. وانك في الشغل اللي انت تشتغله ده، لو قررت انك تشتغل بس الشغلانه دي مش في مجالك، لازم تكون ما تسرحش او مش لازم تكون بالتوازي يعني لازم تكون بالتوازي انك بتذاكر لمجالك اللي انت عايز تشتغل فيه. بصراحة عايز أقول الجملة دي للكاميرا زي ما أنت بتعمل، بس بصراحة يعني الجملة دي مهمة. هي إن الحركة بركة. باختصار، كل ما تتحرك كل ما تفرق، كل ما هتستفاد هتشتغل، الرزق هيكون موجود إن شاء الله يعني. بس كده. بصراحة يعني هو في أسئلة لسه كتير جدا، ولكن يعني علشان الوقت بتاع الناس اللي بتتفرج، وفي نفس الوقت الوقت بتاع الناس اللي موجودة، فمش حابين نطول أوي. في بس حاجة أخيرة عشان أنا آسف. اتفضل. حاجة أخيرة بس، كلمة بسيطة يعني من الأسباب اللي أنا جيت النهاردة عشانها، أو اللي أنا يعني لما عرفت الموضوع في البودكاست وكده، فأنا كنت حابب يعني كل ده علشان أقول بجد جملة واحدة، إن هو لازم أي حد يشوف الحلقة ديت أو يسمع اللي أنا أقوله ده، إن هو يشتغل يعمل أي حاجة. زي ما نافع قال الحركة بركة. حركتك في أي اتجاه هي كويسة وهتعلمك وهتفيدك، ولازم مع الوقت هتعرف الحركة الغلط من الحركة الصح، هتعرف الريسورس الغلط من الريسورس الصح، هتعرف انت عايز ايه، هتبدأ تفهم عن نفسك اكتر، هتبدأ انك تفكيرك هيكبر، هتبدأ انك شخصيتك يعني هتبقى في حاجات احسن بكتير، هتبدأ انك ازاي تعرف تحل مشاكل تقابلك. فهي بجد الحركة بركة. لازم نتعلم، لازم نسيرش وبس يعني. بس كده. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وتكون بشكل عام استفدتوا بالأسئلة، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة وجميلة للجميع. شكرا. طيب احنا كنا بنتكلم على تويتر برضو. بصراحة انا ماليش دعوه. ملاحظه مهمه جدا برضو ان احنا هنختلف كتير جدا، يعني هنختلف كتير جدا خلال الحلقه دي والاسئله دي عموما. فممكن تلاقوا خناقات بتحصل، وممكن تلاقوا كوبايات بتترمى، فمحدش محدش يتضايق يعني. يبقى طبعا يعني حفاظا على البادجت وكل حاجه، فهنحاول ان احنا تمام كده ماشي. طيب بص، بدأ يبقى لا في في كل حته ماشي